حوارات تهز الحوزة الشيعية. شباب التوحيد يسقطون أسطورة المهدي الغائب. تتكرر على منصة تيك توك مشاهد هروب المعممين وأساتذة الحوزة أمام شباب شيعة التوحيد الصرخية عند فتح الحوار حول آثار الإمام المهدي الغائب الكاتم للعلم. ومن أبرز الهاربين الذين وثقت الحوارات مواقفهم الشيخ حامد الكرغلي والشيخ عمار الشويدي والشيخ أحمد الإمامي والشيخ أمير القريشي وغيرهم الكثير من المحاورين الشيعة الذين عجزوا عن تقديم أي رد علمي أو دليل واضح. هذه المشاهد لم تعد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة وملحوظة تكشف جهل المعممين وضعف حجتهم، وتؤكد هشاشة عقيدة المهدي الغائب التي لا تصمد أمام منهج شيعة التوحيد الصرخية القائم على الدليل والعقل والبرهان. وفي الختام نترككم مع نماذج من هذه الحوارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ حامد، حياك الله شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ حامد، أنا أدعوك بمناظرة في إثبات آثار الإمام المهدي عليه السلام الذي أنت قلت بأنه لا توجد له آثار، فنحن نتكلم في كتمان العلم، فهو كاتم للعلم مستحق للعذاب والعقاب. فأنا من شيعة التوحيد الصرخية أطلبك للمناظرة في هذا الأمر. عمي بابا، خلي افتح لك كاميرا حتى الناس تشوفك وتعرفك. شيخنا والله أنا يعني أنا أفضل بأنه تكون الكاميرا للإمام المهدي عليه السلام وليس لي. أنا لست عقيدة، الإمام المهدي عليه السلام هو العقيدة. الآن اتفقنا على هسه نريد نثبت وقت المناظرة وتكون المناظرة قسط بقسط بيني وبينك. تفضل. قس بقس، انت لا صوره ولا اسم ولا عنوان. شيخنا العزيز هذه عقيده وانا وياك نتناظر في اثار الامام المهدي عليه السلام الذي قلت بانه لا توجد له اثار. انا اريد اعرفك بابا عمي، شيعي وابحث في عقيدتي. شيعي غير تطلع بصورتين ابويا، اللي يناظر يطلع بعنوانه باسمه بمذهبه. جيد جدا. لا العزيز، شلون امنت بالامام المهدي وهو بلا اثار وبلا صوره؟ شكرا شيخ حامد، شيخ حامد لهروبك من المناظرة. شكرا على هروبكم. الآن أنا أثبتت هروبكم، أثبتت هروب شيخ حامد الكرغلي، مو أجرأ منك، كبير محاوريكم هربت من المناظرة يا شيخنا. يقول أنا شكرا لك لأنه هربت من المناظرة. أريد أهل شكرا لك لأنه المهرجين يا عمي. إذا بيحظ الصرخي مالتك أو أنت بيتحظ، شلون أني أناظر إنسان مجهول أعرفك ربما ذكاء اصطناعي، واحد مسربت يهودي ما أعرف عندك يعني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله يا شيخ عمار وجميع السادة. حياكم الله حبيبي. لا شيخ حياك الله ابو عبد الرحمن. الاخوه المشايخ اللي وياك، هنالك دعوه الى جنابكم الكريم للمناظره حول اثبات اثار الامام المهدي عليه السلام. انت صرخي؟ اذا قبلتم الدعوه. نعم احنا شيعه التوحيد الصرخيه. دعوه لجنابكم جميعا. صار انا الان امام الجميع. انا طبعا ما اناظر، ما احاور، يعرفني الكل. انا لا ارى الا الشيعي هو مناظر، اما غيره كله محاور. امام الجميع الان نبدا على بركه الله. موافق؟ بس نعم بشرط ان شاء الله. بشرط ان لا الان امام الجميع. بس اسالك عن مقدمه. مو هي المحاوره تحتاج شرط. اذا وفرت لي امام الجميع انا احاورك. متفق وياي؟ بس عندي شرط. نحدد يوم الجمعه. يا حبيبي اسمع شرطي، غير تسمع شرطي، غير بشرطي. لا او لا بشرط. طبعا اشترط شيء. شنو شرطك؟ تفضل. شرطي اعرف عقيدتك
أنت عقيدتك بالإمام المهدي شنو حتى أسس عليها؟ لأن أنا عقيدتك ما أعرفها. هل تعتقد بأن المهدي يولد في آخر الزمان لو مولود؟ تمام، ان شاء الله راح ابين لك عقيدتنا، وهذا الشرط اللي انت طلبته. احنا نعتقد بان المهدي هو بشارة النبي يخرج في اخر الزمان. احسنت. الان وفرنا شرطك احسنت. وجاوبنا على سؤالك. لحظة بس لحظة، بس اسمع يا حبيبي، اسمعني الآن أمام الجميع. قلت بأن المهدي بشارة النبي يولد في آخر الزمان، على عين وراسي. المهدي الذي هو ابن الإمام العسكري مولانا صاحب الزمان عليه السلام، لماذا أنكرته؟ جاوبني. نعم، أحسنت. طبعا نحن نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام لا يخالفون القرآن، والمهدي محمد بن الحسن مخالف للقرآن منذ 1200 سنة، وكاتم للعلم، وقاعد عن فريضة الأمر بالمعروف. مو هذا السؤال. شكرا يا مولانا الهاشمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ أحمد، وحيا الله ضيوفك. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. شيخ أحمد، أدعوك في مناظرة في آثار الإمام المهدي عليه السلام الغائب منذ أكثر من 1200 سنة. إيه؟ أكثر من 1200 سنة. إيه؟ أنزل كيف الجوال؟ إيش يصير؟ أنا قلت صرخي ناظر. الحشائش والديدان والخردة، انتو خردة. احسنت، انتو الفكة لا قيمة لكم. الخردة، الحشائش، النتوءات ما لكم قيمة. الشيخ أحمد الإمامي أمام 560 واحد أنت هربت من المناظرة من شيعة التوحيد الصرخية، وراح تظل تهرب. هذا كبير محاولكم يا شيعة. أنا انتظر من هذا كبير محاولكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمير القريشي، أتحداك في مناظرة حول آثار الإمام المهدي. أقبل المناظرة ولا تهرب؟ يلا. أقبل المناظرة وما أهرب؟ على ماذا أقبل المناظرة؟ أنت شيعي؟ أقبل المناظرة حول آثار الإمام المهدي إن شاء الله تعالى. هي تفضل. يا الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أمير القريشي، أتحداك في مناظرة حول آثار الإمام المهدي. أقبل المناظرة ولا تهرب؟ يلا. أقبل المناظرة وما أهرب؟ على ماذا أقبل المناظرة؟ أنت شيعي؟ أقبل المناظرة حول آثار الإمام المهدي إن شاء الله تعالى. هي تفضل.